حتى بذاك اللايف قبل لا تتمرضين وما صعدتيني. أنا آسفة ما صعدتني شيء، احتمال عندي قستات هواي، بس بليز لو سمحتي لا تقوليني لأي نعم. أحد بالدنيا أبوس هيك منطقة حتى تصعدني أو تسوي لي شيء. أنت أعلى شأن من هالشي حبيبتي قلبي. يلا تسوى تفضل. قلبك الله يسلمك عيوني. تنادين أني متزوجة، تمام. تزوجت واحد عمره 39 سنة وأني عمري 22 سنة، يعني تزوجت على شرج. فبداية زواجنا الولد يعني حقني وما أعرف شنو دلال وطبة وطلعة وتعليم سياقة وما أعرف شنو. بس بعدين من وصلت السالفة العقد مال المحكمة، بالبداية ما سوى لي عقد محكمة، عقد سيد بس. أقول لك حبيبتي لحظة. فمن وصلت سالفة عقد المحكمة قام يطلع لي حجة يومية، ساعة مرتي تريد من عندي. فإيه أنت عمرك 29 سنة وزوجك عمره 39 سنة، فرق 10 سنوات بيناتكم، حلو. لا، ها. أنا عمري 22 سنة ورجلي 39 39 سنة. اوكي تمام. انت ماخذته على شرك، يعني هو متزوج وعنده اطفال وانت بعد السنجل وعمرك 22 سنه. السؤال يفرض نفسه وكل اللي باللايف راح يسالون نفس السؤال. انت منو اللي خلاك وشنو جبرك تزوجين بهيك زواجه؟ يعني ما تليق بيك وانت بعدك عمرك 22 سنه وسنجل. أي صوتك الجبرني إنه أنا يقطع. حبيته. ها أقول لك حبيتي. الجبرني أنا حبيته. أي يا خيي حبي حبي كملي خيي كملي. إيه، فصارت يعني علاقة حب بيناتنا، والولد شوي شوي بدأ يتغير علي. يعني هسه وصلت إنه مرحلة أني حامل من عنده، ما دا يقبل يسوي لي عقد محكمة. يعني ساعة يوقف لي بالباب، ساعة شو اسمه تكرميني يذب الزبالة، إذا ما أطلع يشيل الزبالة ويذبها علي بالبيت، يسوي لي مشاكل. شو اسمه سوالي مشاكل ويا قرايبي، وز قرايبي علي، خلى ابن عمي يتعارك وياي، شاد وياي. مثلا وصلت مرحلة هو قاعد ببيت أهلي إذا أجيب أكل يقول لا تنطين لا لأمك ولا لأختك ولا لأخوك، أنا يتيمة، أنا والدي متوفي. فأرد يعني أريد حل، مثلا شلون أبقى وياه لو شنو، ما أعرف الحل اللي أريده، ما أعرف شنو. يعني ما قاعدة وياه بكل الطرق، أريد يسوي لي عقد ما يسوي لي إياه. اوكي ايش قد صار متزوجه؟ يعني صار لي سنتين، هاي السنة الثانية لي. انت حبلتي وجبتي منه لو ما بعدك ما جايبه؟ مهند لا لو لا بعدني حامل توني. ايش قد عليك هسه؟ أنا 3 أشهر. يعني هذا الطفل هسه اذا جبتيه شو تسجلينه باسم منو؟ هو باسمه طبعا، ما يقبل يسوي عقد المحكمة. يعني هو ما عنده مشكله اذا سجلتيه باسمه؟ أي ما عنده مشكلة لا. اوكي. انت كنتي بس امانه الله تجاوبيني بصراحه، انت شنو اسمك؟ فوفو. اوكي فوفو. امانه الله تجاوبيني بصراحه، انا احب الناس الصريحه وياي حتى اذا صراحتها تجرح. عارفين ليش؟ تمام. لان أي اني حتى اساعدك صح. اني اكثر ناس تمام. احتقرهم وما يعجبني حتى اطول وياهم اللي يغير كلامه واللي يتناقض بكلامه واللي يقول شيء وبعدين يغير. احب الناس الدغري، احب اللي يطب يعطيني اياها قبل هذا الي وهذا علي. راح اسال أي السؤال تمام. وتجاوبيني بصراحه. تمام. انت كانت عندك علاقه بيه وهو متزوج وتعرفين بيك انت متزوج، لو ما كان قايل لك انا متزوج بعدين اكتشفتي؟ أني أدري بيه متزوج، وقلت له أني ما أتزوج رجال متزوج، قال لي مالش دخل بمرتي، أني مرتي علاقتي بيها مو هالقد. أني حتى ما أقول بوجهك وحشا المتابعين، مرتي عندي والنعال، يعني هاي بالبداية. ودرت مرتي إنه أني متزوجني هو، وتقبلت الموضوع البنية، ما قالت شي. بس بعدين تغير علي، كل ما أقول له على العقد بدي يقبل يسوي لي إياه. السؤال الثاني أي واحكي بصراحه. تمام. قبل الزواج انت وياه
كان هو واعدك انه هو ما راح يصدق الزواج؟ لو قال لك ورا الزواج اصدق لك العقد ونسوي محكمة. سوي لك العقد وحلف لك بكلام الله، قال كلام بكلام الله. الله اني كلام الله، يا سلام الله على كلام الله. اوكي تمام. السؤال الثاني انه هو وعدك وقال لك انه احنا بعد ما نتزوج، بس بالبدايه بعد ما نتزوج اخذ رغبتي منك واسيطر عليك وتصيرين مرتي، ومو بكل الحلال بنص حلال. اوكي يعني بس عقد هيك عرفي ماكو محكمه، واشبع منك واخذ رغباتي وبعدين افكر لو اصدق لك العقد لو اسوي بيك مثل دا يسوي هسه. اني اسفه، تحملي صراحتي وتحملي قساوه كلامي. السؤال الثالث وارجع واعيده، حكيته وراح اعيده. هو قال لك اني راح اسجل الطفل باسمي؟ اي قال لي، بس هسه ما صارت المشكله، يقول لي اني ما انطيك الجنسيه. بالبدايه قال الطفل ابني واسجله باسمي، بس من قلت له اني راح اجيب ما بعد لي 6 اشهر كان يقول لي ما انطي الجنسيه. قلت له زين شلون لعب الطفل هذا شنو ذنبه؟ يعني زين يقول لي اروح لقرايبك اقول لهم هذا الطفل مو من عندي. قلت له زين ماكو تحليل راح انه يطلعوا لي تحليل والطفل من عندك؟ هو ست نادين هو يشرب خمر، من يشرب يقوم يطلع حكي ما تعرفي شنو ما شنو، ورا ما يصحى يجيني ها اني ما حاكي هذا الحكي. بس خمر؟ بس بيبسي؟ اي متأكدة بس بيبسي؟ بس بيبسي. براسيتولا منه؟ بنادولا لا منه لا ماكو؟ الحمد لله والشكر، الحمد لله تمام. يعني هسه تغير كلامه. بالبدايه قال لك انه اني راح اسجل الطفل باسمي وما سجله، وقال لك انه اني راح اصدق العقد وما صدقه، وقال لك راح اعيشك ملكه وما عيشك، وقال لك زوجته تقبلت الوضع بكل رحابه الصدر وبكل عفويه، وما حكت ولا ابدت راي ولا سوت لك مشاكل ولا تعاركت وياه. ايش قد صار لك متزوجه؟ صار سنتين، هاي السنه الثانيه الي. هاي السنه الثانيه. انت وين قاعده؟ اني اي يعني قصدك كمنطقه وين قاعده؟ نو عوف المناطق. انت وين قاعده؟ وين ويا ضرتك لو بيت وحدك لو شنو؟ انت وين قاعده؟ وين ساكنه؟ وين عايشه قصدي؟ يعني انت وين عايشك هو؟ غازليني اني ما اصلا حتى بيت ما عزل لي، قعدني ويا اهلي لان قلت لك اني يتيمه ما عندي احد. ما له علاقه، كنا ايتام، ما له علاقه. احنا اللي فهو خلينا نفسنا والقدر، ما له علاقه اليتم. يعني استغل هسه الموضوع. قاعده ببيت اهلك امك واخوك صح؟ اي اني اخويا يعني مو كبير بعده صغير، استغل الموضوع انه اني ما عندي احد. شلون تعرفتي عليه؟ شلون تعرفت عليه؟ لحظه ويت. هو جوارينا يعني مو غير. اسمع باعوا انا قاعده اسالها هذا الاسئله، انا مو اساله هي لانه هي راحت انتهت سيست وقع الفاس براسها. أنا تشوفوني من أسأل شخص يصعد وياي لكل وحدة موجودة باللايف حاليا، وراح تشوف الفيديو لاحقا. كل وحدة الشيطان يرقص زومبا براسها ويوزها تتعرف على متزوج، لو تدخل بعلاقة ويا متزوج، لو تهجم بيت متزوج، لو مهما يكون هذا المتزوج، لو زوجته بيها ذاك المرض، لو زوجته عقيمة، لو زوجته وكله كذب. نعرف كله كذب للبعض. نصيحة ورسالة لكل وحدة اطب لها على واحد لحد ما النفس ينقطع، وبعد ما اتنفس انا راح ابقى احكي هذا الكلام. اياك ثم اياك تدخلين بعلاقة، سد المايك. اياك ثم اياك تدخلين بعلاقة ويا اي واحد خاطب مو متزوج. المال صونة على مرتم جهالة، واللي يقولها هي والنعال حشاكم وجل قدركم، واللي ينطب مرته قدامك، واللي يهين مرته قدامك، واللي يطلع بيها علل الكوكب قدامك، والما يحترم مرتم جهالة، أو حتى إذا ما عندها جهال يكفي شايلة اسمه قدامك. هذا قلاص مي ما خليه ينطيني واشرب منه لأن ما أثق بيه. فاللي كل اللي صار بيك يا فوفو هاي الكارما مال مريته،
هاي الكارما مال مريته سكتت وتقبلت وما حكت وانقهرت وبكت وتأذت وانطعنت وانخانت وانغترت وكرامتها صارت بالطين من دخلتي انت بحياة زوجها وما حكت. شكل اني طليقتها اللي متابعتني مو انت، طليقتها شكلها اللي متابعتني زين، زنجلت حالكها وسكتت وانتظرت الله ياخذ حقها من عندك، والله قاعد ياخذ حقها من عندك. انت بنيش حالاتك عمرك 22 ربيع، 22 ربيع ترتبطين بواحد اكبر منك مدري بكم سنه، ب 19 مدري ب20 سنه، ومو مهم العمر، اخر همنا. شلون تحبي لك رجال وهو متزوج؟ وشلون تسمحين الرجال يحكي على مرته وهو متزوج؟ وشلون تأمنين بواحد خايبة مرته مجهالة عشرة العمر دكها بغدر بظهرها ويجعلك انت الحلية والنمنومة اللي دمر حياتك هسه وراح تاخذين لقب مطلقة قريبا ابشرك. لك ما عنده وفا ويوم جهالة يصير عنده وفا وياك، لك ما خاف من الله واستحى وخان مرته وزنا وياك واخذك وكسر خشمها تردينه يخاف منك لو يهابك؟ أنا كم مرة قلت لكم لا تتقربون للمتزوج؟ وش كم مرة قلت لك يا جويسم يا مجموع لا تتقرب للمتزوجة؟ المتزوجة فيروس، مرض سرطان، تهجم بيتك تهجمه حتى إذا كنت سنيقل، تدمر حياتك باكر عقبه إذا جتك بنية وحبيتها وحبتك وعشتوا حياة جديدة. بالقرآن متعوفك، بالفرقان متعوفك. واني نادين الطائي النسوان بس احكي وياها وبس اباعلها اقول لك، بس تقول لي عليها اقول لك هاي شنو بيها كم لو ما بيها. من كل عقلك انت جويسم تجي ترتبط انت سنجل يعني انت اللي يسموك الطير الطاير اللا ماما ولا داده، اللي الحياه كلها الك، تطب بكيفك وتطلع بكيفك وتسافر بكيفك وتنام بكيفك والصادق بكيفك وتسوي كل حياتك بكيفك. تعوف هاي البنات السناقل كلها تدق بابها بالحلال تروح تصاحب لك وحده متزوجه، وكل وبالك المتزوجه رخيصه وسهله وحاره ومقسبه ورخيصه وببلاش. ليش نادين؟ انا اقول لكم ليش. للبعض يروح للمتزوجه لان ايزي سهله، لا وراها مهر ولا وراها زواج ولا تخنقه منا وتقول له تعال اخطبني جبن خالتي وجوارينا خطبوني وجا الطيار وجا الدكتور، ولا وراها متطلبات، بالعكس اكو بهن هن يصرفن عليهم، ولا بس ينسى للحظة انه كيد النساء حتى امراض لا تشفى تخلي بيك. واني مرة واحكي لك عن لسان 99%. لا عبالك تطب لك الوحدة متزوجة وتاكل وتشرب وتحضين وتبوس وتعيش اللحظة وتقيش وياها وتزني وياها وهي تقول لك يما اكون رجلي مثلك، يما اكون رجلي مثلك، ها، وهاي سوالفهن التعبانه الخايسه القذره، ها، وتزني وتشبع وتريع، وبعدين تجيك الحليه والنمنومه الحليه والصغيره تروح تدور عليها حتى تعيش حياتك وتسمع وتعوفها بطريقه او باخرى. راح تطفر انت باي طريقه، راح تطفر لان التريع، واحنا من التريع ونشبع نقول باع يعني شمري بالزباله. جل قدركم، عبالك تعوفك، عبالك تعوفك يا لثول يا لغام يا لغام يا لغام يا الزاني وين المتزوجات، اوقفي لي تيسجي اوقفي لي فوف يا لغام يا لغم يا ابن الاغم، ها عبالك تعوفك، عبالك راح تعوفك تتهنى بوحده ثانيه غيرها وانت شبعت بيها وتريعت، ها عبالك راح تعوفك، ها اقصها لدي منا وذني تريتيات كانهن تواير. لا، حق هذا الله تشتغل لك بالاخضر والاحمر والازرق، حتى منطقة الرجولة اعتذر جدا، حتى منطقة الرجولة بجسمك تشتغل عليها. ولو اراويكم الخاص بالاستشارات عندي الا شعر راسك يا جويسم وعويناتك الشيب، وتظل اذا عرفت لك على مرة تحط كتالوج حتى تتحذر منها، مو تروح لك الوحدة متزوجة تزني وياها وتصاحبها
وكوما قادرين يدورون من الزوجات، وبعدين يجي يطب لي على الخاص بالاستشارات يبكي ينحب مثل الزعاطيط، الحقيني نادين دمرت بيتي وحياتي. وواحد من عندهم حتى ابنه راح من ورا السحوره، والثاني رجولته انتهت طول العمر من ورا السحوره. منو؟ بسبب وحده من الزوجه كان عارفها من كان سنين قبل، وبعدين الله وفقه بنيه حليوه وحبابه وتزوجها، ودفعت الضريبه المسكينه على سوالفك القذره الخايسه. اما انتي يا فوفو نادين تسمحي لي شوية بس أحكي؟ خلي احكي، خلي ارتاح، احكي سولفي. تنادين تقين بالله إنه هو سحار ماكو تكة المرة ما تلحقه. ذكرني بواحد، اي خيس كملي. يعني هو أنا أقول لك إياها عماني بالسحر، يعني أنا بحياتي ما أعلي صوتي على أمي قمت أتعارك ويا أمي على موده، يعني هو سحار أكشر ماكو تكة. فعماني بالسحر يعني خلاني لا أتثق، لا أعرف قرايب، لا أعرف صديقة، لا أعرف أخت. أختي صرنا أنا وياها عداوة. فلهذا السبب هو قنعني بهاي السوالفة. ليش هسه من نفكر السحر وتركني وتعاركت وياه قمت أشوف دم سنوني وأنا أشوفه هو. يعني شنو شفتي من فيعني الحب؟ أنا ما يعني أنا ما اعتبرت إنه من تقولين أنت ماخذت لك واحد متزوج. أول شيء أنا يعني طفلة وماكو واحد سولف وياي أو حكى وياي وقال لي هذا الشيء غلط، وهواي حكى وياي بس ما كنت أستوعب. ويعني هو عماني بسحورته، فمو أني بدي يعني مثلا مجبورة آخذ أحد بالزوج. والله حكم الزاني بالشرع، أنا أحكي بالشرع 80 جلدة الزاني والزانية، على شرط يكون 4 شهود وعلى فراش الزوجية، هذا اللي أعرفه. باعي يعني هسه أنت تي تنقلين إنه أنت بالسحر قشمرك وتزوجك بالسحورة، صح؟ أي صح. سدي المايك. قلت هذا ما أعرف ياهو، طفي الكاميرا، سدي المايك ماما. أنا أول ما بلشت وقلت لي سدي المايك وبلشت أحكي، أنا إيش حكيت فوفو؟ لا تفتحين المايك، أنا راح أجاوب. قلت لك فوفو أنتي وقعت براسك ورحتي وسيستي، فهذا الحكي اللي حكيته أني، هذا الحكي اللي حكيته نصه إلك ونصه للناس اللي قاعدة تباوع. خاف وحدة غشيمة هنا، خاف وحدة صغيرة هنا، خاف وحدة جويسم مسوي لها بالقلادة هنا سحر، النوب جويسم عليه بالسحورة، خاف وحدة بعد ما عندها أحد يعلمها، جوز هيك قاعدة تقلب بالتيك توك وهي متورطة وإجت نادين قبالها وسبحان الله طبت وسمعت حكاياتي، لأن رسائل رب العالمين أكثر شيء أثق به بحياتي من خلال حتى صرخة الطفل. فالكلام نصه موجه للبنات اللي متورطات مثلك، واللي داخله بعلاقه ويا واحد متزوج هسه حاليا وفرحانه بيه وقاعد يكذب عليها ويهنبل عليها ويقولها اني ما. اكثر واحد مرته تحبل وتجيب هو الاول الخاين. اكثر واحد يقول لك اني ما احب مرتي وما انام وياها هو اكثر واحد مرته تجيب بالسنه 3 مرات مثل البزونه. فالكلام ما موجه بس الك ماما ولا لكل واحد يصعد وياي، الكلام موجه لعدد كبير جدا احتمال واقع مثل ورطتك. اما انت من قلت لك هاي كارمتها ففعلا هاي كارمتها، جابك بسحوره، جابك ببعوره، جابك بحب، جابك بحنان، انت هاي سويتي كل اللي يصير بيك الكارما مالتها. الصوت لا بمرته ولا بيك، لا العله بيها ولا بيك، الصوت والعلة والمرض والنرجسية وقلة الرجولة وقلة الثقة به هو. فمن شار صاعد ماكل نازل ماكل، الكبيرة وام البيت والمصونة والقدام العالم والناس موجودة عنده، والصغيرة النمنومة الحليوة شامرها عده أهلها وبخالها قعيدي موجودة عنده. فمنو اللي انطاه هذا الحق؟ اللي انطاه هذا الحق انه انتي بعد ما اكتشفت انه هو سحار رحتي جبتي لي قريد منه. هذا انا احبل منه، هذا انا افكر بحياتي احبل منه، ما فكرت بهذا الطفل. يعني انت جايات على وحده مثلي، انت جايات على وحده مثلي تقدر تقنعنها انه انت مساكين، انت جايات على وحده مثلي تقنعيها انه انت مضطهده وكذب عليك بالسحر، كذب عليك بالسحر. آمنا بالله جابك بالسحر وانا هذا الشيء مو مخيلتي. آمنا بالله خلاك تصيرين ام مشاكل وعزلك عن العالم. آمنا بالله
الطفل خيه هم سوالي السحر وقال لك حب لي بيه؟ لا نادين، انا حبلت بالطفل حتى اثبت زواجي منه، حتى على اساس انا اذا سمعني حامل وعرف بي حامل راح يروح يصدق العقد بالمحكمه وراح يسجل الطفل باسمه، وولي العرش والعهد والامير هاري ياخذ العهد مال جويسم الخاين الزاني. فانت لان هيك سويتي ورحتي حبلتي هو عاند وياك. المن حبلتي؟ المن حبلتي؟ لا انت اول وحده ولا اخر وحده، اقلها بعدك صغيره وبطرق رواحتك. كلش عادي لقب مطلقه، باكر عقبه يجيك واحد ابن حموله وزود وكفو وياخذك ببيته ويستتك، اقلها شريف ما متزوج. المن رحتي حبلتي؟ هم قولي سوالي سحر وحبني، هسه سوالي السحر وقشمرك، هسه هم سوالي السحر وحبلك، قولي يلا سوالي سحر خلاني احبل، شباب منا ما اريد اغرد. المن حبلتي من عند ولك؟ ها؟ رجال نادين. يعاملك باحتقار ويعاملك بقلة احترام وجابك على مريته ويقول لك هو مجرد ما صدق العقد مستعر منك. فوفو كلامي قاسي ماماتي، انت خيتي الصغيرة، انا اضربك طراق اوعيك على زمانك. كلامي قاسي اي قاسي، كلامي قوي اي قوي عليك، كلامي شوية يوجع انا اعرف، بس قلها امشي ورا اللي مبتشينك ولا تمشي ورا اللي مضحكينك ماما. انت كلش غلط من فوق لجوا. انا اللي عندها رجال واللي ما متزوج واللي عندها شويه مشاكل انا بلاعيم راحت وانا انصحها. يمه لا تحبلين حبيبتي، لا تحبلين قلبي، لا تحبلين، انتظري يا قلبي فدوى عينك حبيبي. شوف الرجال ماخذين على حب لا تحبلين، الماخذين على زواج تقليدي يمه لا تحبلين بالبدايه، اقلها عدي 6 اشهر، يمه عدي سنه، حبيبتي ديري بالك، شوفي الوضع، ما تعرفين الرجال ورا الزواج ايش يطلع، وما تعرفين انت ايش ورا الزواج تطلعين، مو بس هو، جوز انت تطلع بيك حاله نفسيه، تطلعين مسودين، تطلعين مخبله، هو هم يتورط المسكين. ولك يمه حفظي اطباع رجلك، يجوز احنا قبل الزواج نشوف شيء وبعد الزواج تطلع لنا شغلات ما نشوفها، ليش نادين؟ لان احنا ما كنا عايشين وياه. هذا السقف والباب اذا انسد، هذا السقف والباب اذا انسد راح تطلع لك مصايب وبعمرك ما شايفتها، وانت وحظك بالدنيا لو يطلع باخلاقه تخبل وتجنن وتنبهرين بيه وتقولين يا الله يا رب حمدا وشكورا، لو يطلع بيه يمه عادات سيئه، يجوز يكبسل وما تدرين بيه، يجوز حتى اهله ما يدرون بيه، ويجوز طول فترة الخطوبة انت ما تدرين بيه، ترى والله العظيم صايرة يا يمه، يجوز يطلع عنده شذوذ جنسي وحتى اهله ما يدرون بيه، حتى لا تقولين اهله ورطوني، وهو ما قايل ويتزوج حتى يسكت اهله. تطلع ماما بالعشرة، تطلع اطباع الرجل واطباع المرأة، وكل من هو وحظه، يا اما يقول انا فزت الحمد لله بمرة خيرة، يا اما تقول انتوا ليش تستعجلون وتجيبون هاي الاطفال وتدمرون حياتكم وتدمرون حياتهم. انت اذا رحتي دقيتي باب اهلك تروحين خطار يمهم يومين وعندك طفلين العالم تتضايق منك، الاب يتضايق والام تتضايق، لو يحبوك يعشقوك بتهم هم الناس تتضايق، واحد بزر بطنه ما حامله، ثقيله البت، ثقيله البت، هسه لو شو تسوين المرة ثقيله من هي حامل لحد ما تموت، هي ثقيله، لذلك قالوا البت خطار ببيت اهلها. يا ماماتي يا حبيباتي، كان ام حسين كنتوا بوحده صرتي باثنين، يعني انت هماتين ماخذتك رجال غير كفو وهماتين رحتي حبلتي من عنده، وش هو اللي يعوف مرته وياخذك، وش هذا شلون اثق بيه؟ وش اللي ينطب مرته هسه لو يقول مثلا حبابه مؤدبه ادميه والله ما مقصره وياي بس انا صار عندي ملل انا ما احبها، هم انا بالنسبه لي هماتين احط عليه اكس ما اسامحه، بس اقلها نقول هذا شويه ادمي صان العشره. بس الرجال اللي يقول على مريته وشايله اسمه وما اعرف ايش كم طفل عنده من عدها، يقول لك هي والقندره، هي والنعال حشاها تسوى وتسوى عشيرته، ونعالها وقندرته على راسه، هذا رجلك نعال وقندره مرته يتلولح على راسه، والى الشرف والى الفخر وتاج على راسه. الرجال من قلك هي ونعال شلون امنتي بيه؟ شلون ثقيتي بيه؟ جابك بالسحوره؟ اي خيه جابني بالسحوره، اوكي، والحمل حبيبتي هم جابه بالسحوره؟ لا تخليني اغرد من ناج ويسم يمي بالله، وانا اذا غردت ما حد يسكتني. المن حبلتي منه يمه حبيبتي، هذا ما ينعاش وياه. تعرفين ليش ما ينعاش وياه؟ ليش نادين؟ الرجال اللي ما يحترم المرأة وما يقدرها وما يقيمها وما يعترف بيها وما يتباهى بيها وما يتنامس بيها وما يطلعها للعالم وخالها بالظلمة، هذا حبيبته مو ابو طويلة. وذكري كلامي،
وقولي نادين قالت هذا مو صاحب طويلة حبيبتي، واحنا وحدتنا تريد صاحب الطويلة يمه حبيبتي. المشاكل ملح الحياة، ملح الحياة. بس مو أي واحد مثل هذا، معفن، زاني، خاين، متزوج على مرته ويحكي عليها قدامك، وجابك انت المسكينة بنت العالم والناس الحلوة الصغيرة، قشمرك وسحرك، استغفر الله يا ربي ما اعرف شلون جابك، اوكي، وحبلك وشامرك هسه ببيت اهلك، ويقول لك اروح اقول هذا الطفل مو من عندي. لك هاي الحكاية وحتها، هاي الحكاية طبيها الشيخ بجامع يخاف الله مو شيخ برموده، زين ونعل ابوه يا ابو طفله يا ابو الزواج ورقه قول له شقك ونقعها واشرب لي ميه، لان على ابوك يا بتصل لك مره تحبينه من ياصف حينحب هذا يمه، من يا جهه ينحب هذا. ويش وحدتنا تحب الرجال ليش؟ وحدتنا تتحمل الرجال ليش؟ وحدتنا تختاره من بين الملايين ليش؟ حتى هي تكون إلها سكينة وهو يكون إلها أمان، ولك انت حتى الأمان ما مفرق إلك، حاطك بالظلمة معشعش عليك مثل بيت العنكبوت، ما يريد أحد يشوفك ولا تشوفين أحد. وآخر شي وصلت بي النذالة والخسة، يقول لك هذا الطفل مو ابني، وأنا أقعد وأفضحك وأقول لهم هذا مو ابني، نسى البعير وسبع فدوات يروح للبعير. الغبي إنه أكو اختراع اسمه DNA اللي هو إثبات النسب، اللي ياخذون التحليل ويثبتون إنه هو. هاي حكايته وحدها الشمرينة ورا القلق، بس هاي حكايته وحدها الشمرينة أنتي بالحافات المياه بالخلفيات تخلينا. شلون يش نفس بعد تنامين جوا وتبوسينا وتحضنينا؟ شلون يش نفس تسوي له سم وزقنبوت وسرطان تحطين قدامه يلحف؟ شلون يش بعد نفس تشوفينه يطب لي البيت ويباوع لك؟ شلون يش نفس بعد يسولف وياك ويقول لك حبيبتي وهو ما يقول لك اياها ادري بي؟ شلون يش نفس بعد باعين بخلقته هو يقول لك هذا الطفل مو الي مو من عندي؟ راحت نامت يمكن. لا نادين ما نمت، بس كلامك كله صحيح، يعني ما أعرف شو أحكي هسه أنا. صحيح بس متأخر. إيه متأخر، هواي تأخرت، بس يعني ما والله هو ظلم، يعني إذا هسه هو طفل ما معترف بيه. ومرته ما اعترف بيها وانتي ما اعترف بيش، تردين يعترف بطفل؟ ترى هي كارمة يا يمه، هي تعيد نفسها بنفسها. اهلك شو يقولون؟ اهلك شنو ردة فعلهم؟ أهلي ما يقولون شي، قلت لك إنه أنا بس أهني وأخويا وأمي وأختي عندي مهم الزوجة، فيعني أمي تحكي يرسمها على حلقها، يعني الصورة حتى إنه علي صوتها على أمي. فبعض البنات يكذبن لا يقولن لا كذابة، انت ما عايشة الحالة اللي عاشتها أنا، يعني أنا صورة حتى فضيحة يسوي لي قدام العالم، يجي يوقف بالشارع وشارب ويحكي ويغلط، يقول لي انت زبالة وانت كلها، يعني شو اسوي له مثلا هذا؟ اقول له روح اشتكي عليك، يقول لي روح اشتكي علي، الحكومة تصير وياي ما تصير وياي. على اي اساس الحكومة تصير وياه؟ هو انه مستغل الموضوع انه هو عنده فلوس ويمشي العالم بفلوسه. هيك وصلت. اي والله يقول لي انا امشي العالم بفلوسي، هسه اكبر واحد يقول لي الشارع اخلي كله يصير وياي. اوف ولا يستقر سوبرمان. تمام. يعني انت هسه شنو حابة تكملين وياه لو حابة تسقطين الطفل لا، وتروحين شنو حياتك؟ يقول لي اذا سقطين الطفل انا اهجم البيت على راسك. زين ايش قلت له شنو تقول طلعت؟ الطفل عندي؟ شنو تقول اسقط شو اسمه احرق البيت على راسك؟ ايش اختار لو تقول طلعت؟ لا الطفل من يرحم ولا عندي خلي لو رحمة لا. الله تنزل. ايش طلعت هاي؟ اي والله هددني ذاك اليوم، يقول لي اذا الطفل صار شي عليه انا احرق البيت على راسك. قلت له لا عاد شلون تقول لي اني مع الطفل اقول مو من عندي؟ ايش هذا تاجوباج؟ يمكن اعتقد والله. تعتقدين شاورجش لو رجلنا؟ لا غرج مو هو. لا مهندس مو تاجر.
هو شامرها حبيبتي، شاهد هو شامرها، عند اهلها وحامل، ويقول لها ما اعترف بالطفل، باكر عقبه اقول هذا الطفل مو الي، ولاعب بطريقها لعب ويهينها ويتجاوز على امها ويسوي شغلات ما انزل الله بها من سلطان. ايش قاعد تسولفين يعني حبيبتي؟ الثورة تنادين الثورة يثق بجلالة الله. جاب بنكة العفو مكيف وثلاجة ومبردة، من تعارك وياي أخذ المكيف من عندي والمبردة والثلاجة، وجلالة الله هسه افتح لك الكم وتشوفين قاعدة على بنكة، على بنكة قاعدة. قولي لا اختي قصة. زين تنادين أنا سولفت قصتي، أختي تريد تسولف قصتها، أختي مو مثل قصتي. لا أنا ما أعتذر، ما أقدر أخذ قصة أختك وأخت أكو ناس غيرك إلها حق، ما أعتذر جدا حبيبتي. كاف أخذنا قصتك وأذيتينا، إن شاء الله غير مرة أختك تصعد ويانا وتدلل، أكو ناس قاعد تنتظر حبيبتي. أوكي تنادين، آسفة على الإزعاج.